عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم شهر رمضان، شهر الخير، شهر الكرم، شهر العتق من النار. ربنا يتقبله ربنا مننا كده جميعا يا رب العالمين. يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. دلوقتي هعمل لكم وصفة لذيذة جدا تعمليها الحلقة في رمضان او تعمليها في اي وقت. بصوا الجمال. هعمل ايه النهارده؟ هعمل ام علي. اللي مش عارفها دوت رقاق ناشف. انا بعملاه ازاي؟ هتلاقي فيديو تاني انا عاملاه. بتجيبي كاستين دقيق، وبتحطي عليهم كاسه ميه، وما بتحطيش عليه خميره، معلقه سكر وربع معلقه ملح، وبعد كده تقلبيهم وتسيبيهم يرتاحوا. وبعد كده بقرصهم صغير كده وبططهم بالنشا. النشا هو اللي بيخليه معايا ناشف زي ما انت شايفه كده. بعد كده بسويه على صينيه على النار، على نار هاديه، واحطه على ملايه بفردها علشان يفضل معايا ناشف وزي ما انت شايفه. بعد كده انا كسرته علشان اعمل بيه ام علي. دي معلقتين سمنه بلدي. بعد كده بسقيها كده بالراحه اهو زي ما انت شايفه كده. انا مولعه الفرن بتاعي بقاله ربع ساعه. بعد كده بنزل الزبده كده، السمنه البلدي قصدي اهو، وبحطها في الفرن، احمصها في الفرن واطلعها لكم واوريكم شكلها بعد ما تدخل الفرن. حبيبه قلبي حطيته في الفرن، وبعدين ولعت له الغاز، ورحت حطيت عليه معلقه الزبده زي ما شفتي. تمام اهو، وريحته بقى بمعلقه السمنه البلدي ولا اروع. تاخدي بقى كده وتنزلي في البرام بتاعك، اللهم صل على النبي كده عشان تشوفي. بصوا ناشف ومقرمش وريحته، والله ولادي كانوا عايزين ياكلوه ني كده اهو. تمام تمام حلو كده. جميل. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هجيب السكر على حسب ما انتي الرغبه بتاعتك. هحط معلقتين سكر تمام في كل كاسه كده. هتقلبيه مع هقلبه كده مع الحليب اهو. بصوا حاطه كاستين حليب كبار، يعني كده بمقام بالظبط كده بتاع نص كيلو اهو، نص لتر يعني. دوبنا اهو الحليب مع السكر، وبعدين بنزل عليه كده. معلش اهو. اقلب السكر ده كمان. انا دفيت الحليب ملاش ساقع اهو. هينزل بقى السكر ده اللي ما دبش معانا. حطينا الكاسه التالتة، يبقى انا خدت 3 كاسات تمام معايا، يعني بمقدار 750. هو طبعا خراب بيوت، بس انتي طبعا هتعملي كميه اقل من دي. تمام. وبعد كده باخد معلقتين قشطه او كريمه اهي، كريمه لباني. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وترجعي بقى ايه تقلبيها بقى كلها كده في بعضها كده اهي. تمام. بعد كده بنزل عليها بمعلقتين سمنه بلدي اهو. بسم الله. الطبق ده فيه 10,000 سعرة تقريبا. ايوه 10,000 ده مليون سعر، بس هتاكلي ام علي ولا اروع. حبايب قلبي بعد ما حطيت حوالي لتر حليب، هي اخدت كده بقى معايا الكميه اللي انا عاملاها. انت طبعا هتعملي اقل منها مع ال3 معالق الكريمه اللباني القمر. بصوا دول بقى المكسرات اللي هنحطهم على الوش بعد ما تاخد معانا لون قمر. هنحطها في الفرن المتولع، ممكن تزينيها كمان بالنوتيلا. يعني عندك افكار كتير جدا ممكن تعمليها بيها. بعد ما نطلعها هدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، علشان لما الحليب ده بيغلي في النار لازم تحطي تحتيه صاج، ما ينفعش تحطيه تحت يبوظ الفرن بتاعك ويطلع ريحه بعد كده. يلا بينا. قلبي طلعت من الفرن، اخدت معايا حوالي تلت ساعه في الرف الوسطاني تمام، واخدت لون كده. بعد كده بنزل عليها بقى بالمكسرات بتاعتنا القمر. حطيت معلقه جوز هند، وبنزل كمان بشويه زبيب قمر كده. بعد كده دي مكسرات مشكله اللي عندك، يعني ممكن فول سوداني يعني مش هتقول لا.
تمام اهو. بسم الله ما شاء الله. ممكن تحطي كمان عليها معلقه نوتيلا. تمام قمر كده. المفروض تتسيح بقى. المفروض ده بقى تتسيح. احنا واحنا بناكل بقى تحت طبعا ايه ام علي سخنه، شايفين؟ هتاخدي بقى من تحت كده وتطلعي كده، تاخدي هنا كده قطمه. بدوقلك قطمه. بسم الله. مولعه نار. جربيها.